عشاق الطوجنات المغربيه يبانوا هنا. رجعت معكم طاجين مغربي كيجي دايز الكلام. هاد المره غنشاركو معكم دا الحوت. في الطاجين كنوضع ديك الحوتات طبعا يكونوا مغسولين ومنقيين، الثومه مقطعه طريفات صغارين، التوابل ملحه البزاز سكنجبيل الخرقوم شويه د الكيمون التحميره، المعدنوس والقزبر مقطعين، واحد ربع كاس د الماء باش كنتبلو ديك الحوتات ديالنا وشويه د القرفه. هاد الطاجين كيجي خليط بين حلو الملح. كنتبلو ديك الحوتات ديالنا كنوضعوهم جانبا، والزيت غادي نضيفوه فيما بعد. في نفس الطاجين غادي نجيب واحد جوج حبات البصله يكونوا كبارين ولا متوسطين، كنقطعوهم الى شرائح بهذه الطريقه. ممكن تعملهم مدور غير هو وكان يكونوا رقاقين. كنضيف لهم رشيشه ضربه. غادي نعمل طاجين على عافيه مهيله حتى كنعصروا ديك البصله. غادي نضيف لها ورقه الدران شويه زيت زيتون، وغادي نعسل ديك البصله حتى كتزل. كتعرفوا الحوت دغيا كيطيب. هنايا صافي كتشوفوا ديك البصله تعسلت. غادي نضيف لها حبه بطاطا حلوه كنقطعها شرائح. كتعرفوا حتى هي دغيا كطيب، ممكن تضيفوها ممكن لا. كنوضع ديك الحوتات وغادي نضيف لهم شويه الزبيب، وغادي نغطي على الطاجين ديالي حتى كيطيب. كان هذا هو الشكل